السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش انا غبت عنكم فترة طويلة. ان شاء الله بإذن الرحمن هتنزل بعد كده فيديوهات ليا على طول بإذن الله. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وفضلا وليس أمرا بطلب منكم لايك، عشان هو اللي بيعلي القناة وبيحفز القناة عندي. تعالى بقى هنعمل معاكم وصفة جديدة النهاردة بإذن الله، عرق تربيانكم بطريقة جديدة وبطريقة إن شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. أنا هنا عندي عرق تربيانكم زي ما انتم شايفين كده. جبت الخيط اللي هو ده بينجاب من عند بتاع الأحذية أو من عند بتاع الزراير، اللي هي الناس اللي بتبيع الزراير الحاجات دي أو الأدوات المنزلية. بربط الرباط زي ما انتوا شفتوا بالطريقة دي كده. ماشي. للبنات وللستات اللي ما بيعرفوش يربطوا، المفروض هو بيجي من عند الجزار مربوط، انا عندي ما جبته ما كانش مربوط. زي ما انتوا شايفين كده بمسكه اربطه بالطريقه ديت كده. اهم حاجه تكوني متحكمه في الرباط في الخيط عندك، وتشديه جامد زي ما انت شايفه كده، وتيجي جايه بالطريقه دي اهوت. زي ما انتوا شايفين ركزوا في الربطه بتاعه العرق، وانت هتلاقيها سهله جدا معاكم وما فيهاش اي صعوبه ولا اي حاجه. انا على فكره انا اول مره في حياتي ان انا اربطه. انا كل ما اما بجيبه مربوط من عند الجزار. المره دي قال لي انا ما عنديش حد يربطه لك، ما كانش عنده خيط يعني. فانا جبت، كان عندي بقى حوالي متر كده او متر وشويه، فقلت همشي بيه نفسي. وزي ما انتوا شايفين كده بربطه بالطريقه ديت، وان شاء الله هيطلع حلو معاكم باذن الرحمن. بألف هنا وشفا على قلب اللي هياكل. انا بقى هربطه كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده. خلصته اهوت. وهاجي جايه في الاخر خالص الحته اللي باقيه معايا، هو المفروض كنت عايزه حته زياده بس انا ما عنديش، فانا بقى ايه عملته زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هاجي جايه من هنا كده فاتحه الخيط نصين، وجربتها في الرباط اللي انا مشيت بيه بالطول، بحيث ان هي ما تفكش مني بس اثناء التسويه. بس وخلاص على كده. تعالوا بقى انا كده خلاص خلصتها معاكم، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بص يا حبايبي، هنا الكاميرا كانت فاصله في الحته دي. انا هنا جبت فصل اخضر حطيته زي ما انتم شايفين كده بين الخيط اللي انا لفيته. ممكن تحطي زعتر او نقحام فريش، اي حاجه فريش تحطيها. تمام. وتجيبي السكينه وتغرزيها. انا غرزت بالسكينه وحطيت توم متفرز عندي اللي هو التوم المهروس ده، مفروم ده. انت ممكن تحطي توم صحيح. تمام. انا بوريكم تاني بهوت بالسكينه، انا ما حطيتش لان انا حاطه اصلا خلاص. فتعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه تاني. انا هنا حطيت حله على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. الحله بقى عندي سخنه خالص، نزلت بحوالي 4 معالق زيت او 5 معالق زيت. تمام. اسيبهم يسخنوا قوي. لازم تكون الحله سخنه، النار عندك والنار تحتيها عاليه. وحطيت مكعبين زبده زي ما انتوا شايفين كده، عشان خاطر الزبده ما ينفعش احطها لوحدها هتتحرق. انا هنا حاطه دبس رمان وصويا صوص حوالي نص معلقة دبس رمان، وحوالي نص معلقة صويا صوص، وربع معلقة صلصة معلبة. تمام. وبتقلبيهم بالفرشة في قلب بعضهم. ممكن يعني تتنازلي عن الحتة دي خالص، دي اختياري، مش ضروري ان انت تعملي زي اللي انا عملته. انت تحمري العرق على طول، ده احلى واسهل كمان ليكي. مش هتحتاجي تصفي الزيت بعد ما انا هعمل دلوقتي زي ما انا هعمل دلوقتي. بس انا عشان عندي بيحبوا ان انا ادهنها كده بالخلطة دي. فانت مش موجود عندك الصوصات دي ما تحطهاش، مش مجبوره ان انت تحطيها. انا بقى هدهنها زي ما انتوا شايفين كده اهي. عيبها الوحيد ان لما بتيجي تحمريها عشان تديها صدمه من كل الاربع جناب، ان هي بتحرق عندك الدم اللي انت حطيتيه، الماده الدهنيه اللي انت حطيتيها. فانت ممكن ما تحطهاش، بس هي بتدي طعم ونكهه حلوه مع الشوربه. بس فانا خلاص هدهنها بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وتعالوا نشوف هنحطها في الحله. بص يا حبايبي، هنا خلاص الزبدة ساحت. بص سامعين صوت التش ده؟ اه لازم تبقي سامعة صوت التش ده. انا بحط الغطا بس عشان الزيت ما يطرطش يملى الدنيا. تمام. وهافضل بقى اقلب فيها لغايه ما تحمر كده. بالمناسبه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المدارس، وربنا يعين الناس كلها يا رب على دخلة المدارس وعلى المدارس ان شاء الله والدروس الخصوصيه. والنجاح ان شاء الله لكل اطفالنا وكل ابنائنا باذن الله. انا زي ما انتم شايفين كده عماله بقلب فيها شمال ويمين لغايه ما تاخد معايا اللون الاربع جناب زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وبعد كده هنشوف بقى احنا هنعمل فيها ايه. هنا خلاص كده طلعته اهوت. هو خلاص كده اتحمر من كل حته واخد صدمه من كل الجناب. هطلعه بقى احطه في طبق. بصوا الحله، عشان انا كده عشان كده قلت لكم ممكن تحطوا الصوص اللي انا عملته او ممكن ما تحطوهوش. بس بصوا العيب الوحيد اللي بيحرق زي ما انتم شايفين. فانا كده هروح انضف الحله واصفي ده. لو لقيته مش محروق ومحتاجه ان انا استخدمه تاني ولقيته عادي هاخده. ما لقيتوش هرميه وهنضف الحله. بس انا ان شاء الله هصفيه.
بصوا يا حبايبي، انا مسكت الحله نضفتها وغسلتها تاني، وصفيت الزبده على الزيت اللي انا كنت محمره فيه الاول خالص، يعني برضك عشان فيه الطعم. بس هزود بقى حبه زيت كمان علشان خاطر ده هيبقى قليل. تمام. وهنزل بقى بالعرق التربيانكو في قلب الحله، وتكون غاليه ميه. يعني أنا دلوقتي حاليا حاطه ميه في الكتل بتغلي. تمام، علشان خاطر ما ينفعش احط عليها ميه ساقعه. ماشي. فين الحلوه الجميله اللي ما حطتليش لايك لحد وقتنا هذا؟ حطي لي لايك، وما تنسيش اللايك ثم اللايك عشان القناة تعلى بيكم. انا دلوقتي خلاص حطيته اهوت، هنزل بقى بالمية بتغلي اهيت. تمام. لازما المية تكون مغطية العرق خالص، ما تكونش آه في العرق، المية اقل من العرق، لازم تكون مغطية. فانا دلوقتي هغلي مية تاني. تمام. هنا بقى عندي مقطعة بصل، 3 بصلات وسط، قرنين فلفل، قرن فلفل حار هو واحد بس والله، وبصل اخضر، وطماطم زي ما انتم شايفين، وجزر. تمام. هنزل بالكلام ده كله في قلب القرن الفلفل ده حار، ده اختياري. هنزل بالكلام ده كله في قلب الحله. تمام. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي اهو، علشان ده اللي هيبقى الصوص بتاع الشوربه. وبعد كده هجيب بقى البهارات، من كل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده: ريحان، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بابريكا، مكعب مرقه، عود قرفه، ورق لورا، جنزبيل باودر، توم مفروم. كل ده من كل حاجه نص معلقه من اللي هي بتاعت الشاي، ما عدا الملح حسب رغبتكم انتم. كل الكلام ده بقى هنزل بيه في قلب الحله. تمام. وهجيب الميه اللي هي بتغلي لسه، الكاتل بيغلي مره تانية، هاجي جايبه مفضياه فوق العرق تاني لغايه ما اغطي العرق خالص بالطريقه بتاعتكم، بالطريقه بتاعت الميه دي، زي ما بقول لكم كده، تغطي الميه تغطيه خالص. وبعد كده هحط عليه غطا الحله وهسيبه. هقول لكم لما يستوي، هوريكم تجربوه ازاي وتشوفوا السوا بتاعه ازاي. بصي يا حبيبتي، خلاص كده العرق عندي استوى. جبت عود الشيش وجيت ماسكاه حطاه في قلب العرق. طلع معايا بسهوله واتغرس في العرق بسهوله. تمام. معنى كده ان هو استوى. هو اخد معايا حوالي ساعه وربع. تمام. فانا بقى هطلعه، امسكه، احطه في طبق والفه بورق استرتش، وهدخله التلاجة عشان ده انا عاملاه من بالليل، وبكره تاني يوم هنقطعه مع بعض. هنا بقى العرق تاني يوم اهو قطعته معاكم، خرجته معاكم. تمام. والشوربه انا كنت محتفظه بيها بردك في قلب الحله. همسكها دلوقتي اصفيها. تمام. وبعد ما اصفي الشوربه في المصفى زي ما انتم شايفين كده، بطلع الورق اللورا وبطلع القرفه منها. على فكره كنت حاطه في الشوربه دي حبهان، نسيت اقول لكم ان انا كنت حاطه حبهان. بعد كده بضربها بالهاند بلندر او او في الخلاط. تمام. وبخليها تاخد غلوه على البوتاجاز. ماشي. فانا ضربتها زي ما انتم شايفين، بعد ما صفيتها ضربتها، هاخدها احطها على البوتاجاز ونقطع بقى مع بعض العرق. هاجي بقى هنا للعرق، هجيب المقص واقص بقى كل الخيط اللي انا كنت، كل اللي هو الدباره، الخيط ده اللي انا كنت لفاه عليها. همسكه زي ما انتم شايفين كده، اقصقصه كله لغايه ما اطلعه خالص من العرق. وبعد كده نقطع العرق سوا مع بعض. بصي يا حبيبتي، انت وهي، انا دلوقتي مسكت الخيط خلاص، خلصته كده، ومسكت العرق نضفت حوالين منه، وجبت بقى سكينه وطبق زي ما انتم شايفين كده، حطيته في قلب الطبق. وامسك بص العرق، شايفين اللحمه من جوه جوسي ازاي، وجميله وطريه وحلوه. في ناس بتحب تاكلها بارده كده. تمام. انا عندي ما بيحبوش ياكلوها بارده، انا نقلت الطبق من طبق لطبق بس عشان اوسع لنفسي. في ناس بتحب تاكلها كده، تطلعها من التلاجة تقطعها وياكلوها كده، لان هي اسمها لحمه بارده. انا عندي هنا في البيت ما بيرضوش ياكلوها كده. فانا دلوقتي هعملها بطريقه معاكم ان شاء الله تعجبكم باذن الله، بحيث ان هي تبقى كمان مش يعني لا هي بارده قوي ولا هي سخنه قوي، واسمها بردك في الاول وفي الاخر لحمه بارده. فانا هقطعها كلها بالطريقه ديت، زي ما انتم شايفين كده. انا هنا بقى جبت الجريل زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت الجريل ودهنته حوالي فرشتين زيت كده. ماشي. وهنزل بقى باللحمه على الجريل، هي اللحمه مش هتبقى تاخد واخده زيت ولا اي حاجه، انا بس عشان خاطر يدي سخونيه. وجبت بقى فلفل حار زي ما انتم شايفين، قرن فلفل حار او اتنين زي ما انتم حابين، وفلفل رومي نفس الكلام مقطعاه زي ما انتم شايفين كده، يتحمر مع اللحمه وياخد من نكهه اللحمه. وعندي هنا الصوص اللي انا حطيته في الحله قدامكم هتشوفوه دلوقتي. بصوا اللحمه حطيتها بالطريقه دي. عندي بقى هنا الصوص، عملت له فصين توم في الزيت، في حبه زيت، في معلقه زيت كده، كانك بتقلي تقليه بطاط ملوخيه. تمام. سوري انا اسفه. كانك بتقلي تقليه ملوخيه. وجيت طشها فيها بس ما بتحطيش كزبره. بص بمسك بقى اللحمه بقلبها كده على الجريل زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، بتاخد نكهه الجريل
تمام. وفي نفس الوقت بتسخن شويه معايا يعني. ولما يجوا ياكلوها بتبقى طعمها حلو. واللي عايز ياكلها بارده بسيب كده وبسيب كده، اللي عايز ياكلها بارده بياكلها بارده. خلاص. انا هكمل بقى كل العرق بالطريقه دي، وبعد كده نشوفه مع بعض. هنا خلاص كده خلصت كل العرق اللحمه اهوت، والفلفل اللي انا كان عندي اللي انا حمرته تمام. فانا دلوقتي بقى هحط الكلام ده كله على جنب، وبعد كده بقى ايه هنشوف بقى عند الغرفه، هنشوف بقى احنا عملنا ايه مع بعض. بص يا حبايبي بقى، ايه رأيكم هنا في الاكل بقى كده بالطريقة ديت؟ ان شاء الله يعجبكم بإذن الرحمن. بالنسبة للرز، انا جايبه الرز ده رز بخاري تمام، اللي هي الحباية البيضة اللي عاملة اللي هي الطويلة. لو انتم عايزين طريقة الرز اعملها قدامكم، أنا عشان عاملاها يعني معمولة قبل كده، وانا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، فانا عملت الرز. لو انتم حابين تعرفوا انا عملت الرز ازاي، ابعتوا لي في الكومنتات، وانا اقول لكم، وانا اعمله معاكم مرة تانية بإذن الله. انا حطيت اللحمة زي رصيتها زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت اهيت. وده الصوص اهوت عملته معاكم. وطعم اللحمه جميله، وطعم الصوص اجمل واجمل، والاكل كله جميل بالف هنا وشفا على قلب اللي هياكل. ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناه، تفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. يا رب اكون خفيفه عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.